حبك سي كونفيرمي مرضى بالترجي يا ربي لا تشفينا فرحان وساتيسفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالناس الكل، مرحبا بالمكاشفين الكل. كما اليوم شفنا عودة البطولة التونسية للأجواء أخيرا والحمد لله بعد الوقفة اللي وقفتها، وكنا نعرفوا سبب وباء كورونا. إن شاء الله ربي يرفع علينا وعلى أمة محمد أجمعين ويشفي كل مبتلى به وكل مريض. الحمد لله اليوم رجعت البطولة للأجواء. المباراة الأولى كانت مع مستقبل سليمان، شفنا فيها الانتدابات الجديدة للترجي الرياضي التونسي، يعني معظمهم النجم نقولوا لعبوا. شفنا فيها نجاز وحمدي المرزوقي، وشفنا عودة غيلان ودليب الرمضان. بصراحة قبل ما نحكي كل شيء اليوم الشوط الأول حسيت الشوط الأول نجم نقولوا 80 دقيقة من المباراة أنه نلعبوا ناقصين زوز ملاعبية. بصراحة نلعبوا ناقصين زوز، يعني حمدي المرزوقي وطه ياسين الخنيسي كانوا غايبين. دخلنا للعبة. معز بن شريفي في حراسة المرمى، على اليمين النجاز، على اليسار الشتي، خليل شمام وبدران في وسط الدفاع، كوليبالي، غيلان شعلاني ودليب رمضان في الوسط، طه ياسين الخنيسي مهاجم صريح، على اليسار الهوني وعلى اليمين حمدي المرزوقي. بدينا المباراة كما يلزم، عملنا نتندو ماتش حلو، جبنا برشا اوكازيونات. الحاجة جديدة والباهية واللي فرحت لها برشا الحقيقة اليوم انه شفنا برشا كور على الجول. شفنا اليوم، شفنا بريكلي، شفنا برشا فراغ، شفنا دالي شوت، شفنا غيلاني شوت، شفنا حمدي شوت. يعني بصراحة حاجة فرحتني برشا. وشوفنا حتى لي بالاريتي بالراس براتيكمون ركنيات كل نجم نقولوا يعني 80% من الركنيات يعني خديناهم، يعني طلعنا بالراس وخدينا كورة متاعنا. شفنا توغلات على الجناب على الأطراف كلك سواء من الشتي، يعني من الشتي ولا من نقيس. لكن بصراحة اليوم تحسها مباراة تطبيقية أكثر، تكتيكمون جوارات واقفين مليح، كل واحد شاد بلاصتو، كل واحد يعرف الدور متاعو اللي لازم يقوم به في الملعب. شفنا دالي يتحرك مليح، شفنا غيلاني يتحرك مليح في بعض الأوقات. هكي شفنا جوارات تقرب برشا لبعضها، يعني تحسها كأنها كونفة في بلاصة واحدة، يعني ملمومين كل مع بعضهم هكي، مغصورين بعضهم لكن مش برشا الحقيقة. الماتش تلعب على 3 مراحل نجم نقولوا. ونتم بديناها نحن كما كنا نقولوا، سجلنا سجل حمدي هدف ممتاز جدا في رب دبار، يعني شاط الكرة بالرجل اليسرى، يعني حتى في السقف، يعني في أعلى المرمى، وكانت قوية برشا ودخلت الكرة، وكانت ريوسيت كبيرة برشا والحمد لله. وشفناه البونتو جا عن طريق كونتر، يعني برمضان كيفاش فك الكرة وتوغل بها ودخل في الانترفال، يعني دخل وسط الميدان شق، ومن بعد غزر يلقى الحمدي يعمل في الابيل على اليسار ومدلو الكرة وحمدي كنترول وحتى الكرة بقوة في الجول. من بعد الهدف شفنا الترجي الرياضي التونسي الحقيقة خدينا بزمام المباراة، سكرنا المليون مليح. باركونتر اللي سليمان كانت تلعب على الكونتر، يعني كانت تعمل في بلوك وتوخلك كي شفنا عليهم برشا كورة حليناهم، وذاك علاش نرجع نقولوا انه الفراب دو بال تبدا فما كيف عملت لك بلوك الشوت على الجول يحلها ليكيب، وذاك اللي صار. شفنا شوتة غيلان وشوتة دالي بن رمضان، وبعد شوتة حمدي الهوني، وبعد عاود دالي عاود شاط مرة أخرى، وبعد غيلان عاود شاط مرة أخرى. يعني شفنا برشا شوتات اللي خلى سليمان تقدم واللي تخايف على جولها من الشوت، وذاك اللي زاد حلنا اللعب أكثر، ولينا رجعنا نلعبوا على جناب والنقاز والشتي يخدموا على رواحهم. وباركونتر الشوط الأول شفنا الشتي أكثر من نقاز، شفنا الشتي يطلع أكثر، هو وحمدي متفاهمين أكثر، يعرفوا بعضهم، كوروا مع بعضهم، عندهم برشا ديجا ويلعبوا مع بعضهم، عندهم برشا في التراجي. دونك حمدي كي ياخذ كورة تحسه في ظهره يستنى في الشتي باش يتعدى باش يمدلو باس. لكن ما بين النقاز والمرزوقي ما فماش تفاهم، وهذا عادي جدا. يعني أول مباراة في الموسم أو المباراة بعد عودة البطولة التونسية، والمباراة يعني بعد وقفة كبيرة برشا، الولاد ناقصين برشا كورة في ساقيهم، عادي يعني الشيء اللي ريناه.
كان ينجم يصير خير من اللي صار اليوم، كنا نجمو نربحوا مباراتنا عادي جدا ونقتلوا الماتش نتاعنا من الاول، لكن الحقيقه ما استغليناش الفرص اللي جاتنا وما استغليناش لي بوان فور نتاعنا. ومن بعد صار تراخي، يعني نجمو نقولوا باساج فيد، يعني صار تراخي كبير برشا، وسليمان خدات وقتها اللعبة. وفي بريمير ميتون زيرو، يعني لعبة عادية جدا. دخلنا الشوط الثاني، الحقيقة أنا في الشوط الثاني كنت نتخيل أنه معين باش يفيق بطه وبيفيق بالمرزوق، كنت نتصور مش يحكي معاهم برشا في الفيستير، ولا كنت نتصور، لكن غايبين بصراحة، زوز غايبين. يعني اليوم ناقصين زوز بالحق، يعني نلعبوا كأننا عندنا زوز ورقة حمر في الدينا، همش موجودين، مش موجودين. تحسهم ماهمش مركزين، تحسهم مش حاضرين، ما فهمتش، لكن غايبين، ناقصين زوز ملاعبين. وانا ظنيت انه معين بصراحه باش يعمل شونجمون نتاعو، ولا يحكي معاهم اكثر، ولا يوصي الولاد يكلموهم في الدفاع، لكن هذاك ما صارش. بدينا دوزيام ميتون نتاعنا عندنا ثقه في رواحنا، الولاد يدوروا في كوره كذا، اوب لا جات النون تاع الماتش 62 دقيقه وجي الكونتر اتاك اللي عملته سليمان، يعني هجوم معاكس سريع جدا بصراحة، وكرة بالراس راهي ديفيا من عندنا بجات عند الغينيني عندهم. بعد شفنا باهتة ما بين خليل والنقاز، وذاك علاش قلنا الولاد عندهم برشا ما يلعبوش مع بعضهم، وبلوس اللاعبين الجدد اللي انتدبناهم ننزل وما تأقلموش مع الجمعية، خاطر هذاك كان هكا، وكان فما كلام ما بين شمام والنقاز، كان تحسهم ما تكلموش مع بعضهم، والزوز جراو ورا الكورة. وكاينو وقت اللي صار الدريبل بنقاز، كاينو خليل خاف يا اخي، خلى ظهره عريان، وهذاك اللي صار الغاني كان ذكي برشا، عدى باس اونتر دو، جات عند النيجيري ودخلوا حتى في الكاش. انا هنا قلنا عادي كونتر تصير تقبل الجمعية اللعب، يعني تقبل هدف ضد مجرى اللعب، هدف عن طريق هجوم معاكس، يعني عادي جدا. لكن من بعد رجعنا نكور، والباقي ناقصين زوز، يعني بالحق يقول ناقصين زوز، يعني تحسهم مش موجودين. دالي بن رمضان والشعليلي وكوليبالي عملوا ليكيليبر في المليو، يعني تحس وسط الميدان متاعنا راكز، تحس وسط الميدان متاعنا يعرف ايش قاعد يعمل، كي يقدم كوليبالي كوفري عليه واحد من غايلان ولا دالي، اللي كان طلع غايلان يولي يرجع دالي، وكان طلع دالي يرجع غايلان باش يكوفري على كوليبالي، وكان طلع زوز كوليبالي يرجع يكوفري عليهم. يعني الحقيقة وسط الميدان عندنا يبشر بالخير. تبقينا قعدنا نجريو وحبينا على الثاني، لكن كرة مرتدة كالعادة، ومن بعد توزيع من اليمين لهنا، ما فهمتش انا اسكو معز كلم بدران ولا ما كلموش قبل ما ينقز بالراس ويرجع الكرة، خاطر الزوز طالعين للكرة. يعني بدران كان نتصور كي معز قالوا ليس وسيبها راه شدها معز وفيت على روحها الحكاية. معز طلع ما فهمتش، نقز حب يشد كرة والاخر سيتو تافي نورمال في ظهره، ماهوش قاعد يشوف شكون وراه، نقز ضربها بالراس. يستنى فيها لعب مستقبل سليمان، كرة هابطة على الطايرة كيما جات خذاها حتى في الكاش، حتى في اللوبوزي متاع معز، وما لقاهاش، لقاها في الكاش عادي. بون هدف ممتاز الحقيقة بصراحة، تسديدة ممتازة جدا، يعني جست تكنيك كيفاش يغزو كرة هابطة في الهواء، وقوس بدنه معاها وشاطها برباية الصباط، وصلها فين حب يحطها. وهنا يعطينا ثقة الحقيقة المستقبل سليمان، انه باش يلعب اكثر، وانه باش ياخذ ثقة في روحه برشا. لكن مالجري سان بعد الهدف الثاني رجعنا في اللعبة، ورجعنا وحبينا نعملوا ما خير، وحبينا نرجعوا في الطرح نتاعنا. تغييرات جات مخر برشا، شفنا دخول عبد الرحمن مزيان، ودخول طفل نسيم، طفل نسيم وسيم طفل وسيم دخل، وطفل عبد الرحمن مزيان دخلوا. تبدلت شوية اللعبة، وهذا علي بن حمودة دخل مخر ياسر الحقيقة في بلاصة ياسين الخنيسي. بون خرج بالرمضان يمكن خاطر ما عندوش برشا كورة في ساقيه، وفيزيكمون مازال ما رجعش فورمته، مازال كي يرجع يترينا ومازال، ذاك علاش خرج بالرمضان. والحقيقة دخول عبد الرحمن مزيان حرك اللعبة شوية، هو طفل وسيم، طفل نسيم، فوالا صحيح نسيم، طفل نسيم، يعني حركوا اللعبة مع بعضهم،
والحقيقة تحسن الأداء، وذاك علاش شفنا بونتو ممتاز جدا من كوليبالي عدلنا به النتيجة. يعني خذا الكرة كوفر عليها وميمتو عمل دريبل، يعني كوفراج ودريبلاج فرد وقت، يعني كوفر على الكرة بساقيه دور عليها ومن بعد تعدى به في التزويت وحط حلوطة للجارديان 2-2. الحقيقة كنا نجم نسجلوا الثالث، لكن تحس انه الولاد يعني صارت مهمشة ويجريوا على السكور وخموا في البونتو أكثر من اللي خموا أنهم يوصلوا البونتو. يعني كي يجريوا على الكورة تمهمشوا أكثر، يعني كي يجريوا على البونتو ما وصلولوش. كان ركزوا لعبوا لعبهم العادي وقعدوا يلعبوا برديتهم اللي قعدوا يلعبوا بيهم، أنا مسجلنا الثالث. لكن الزربة اللي دخلنا فيها يعني ما عادش نزربوا ولينا نتسرعوا أكثر من اللازم. فقدنا التركيز وقدام الكاج وجاتنا برشا اوكازيونات الحقيقة. بعد البوتو الثاني يمكن جاو 2 ولا 3 اوكازيونات. ريوسيت من الجارديان نحا كرة النقاز، ريوسيت من الجارديان نحا كرة نسيم بالراس، كرات على الجناب. يعني فما على الأقل 3-4 فرص كانت تتجسد منهم واحدة ويوفى الماتش 3-2، لكن وفي 2-2. لعبة باهية متاع عودة متاع بطولة متاع أول مباراة. يعني لعبة شفنا فيها كل شيء، شفنا فيها 4 بونتوات. الحقيقة مستقبل سليمان ما قصرش، لعب على إمكانيات ولعب على المجموعة اللي عنده، عرف كيفاش يخرج ماتشوه. زاد نحن بصراحة يعني جلوبالمون كماتش كبداية موسم وكماتش أول يعني حاجة عادية برشا، وما نجموش نطلبوا أكثر من هكا. ما نجموش نحكموا على اللي ريكروتمون جدد، يعني الانتدابات الجديدة تو ما نجموش نحكموا عليها. لازمنا نشوفوا 2 و3 و4 ماتشوات ونشوفوا الكرة في ساقين الولاد. ما نجموش نحكموا على المرزوقي بصراحة. نقاز يعني نجم نقولوا 7/10، يعني قام باللي عليه مع شوية هكايا، وذي عادي جدا حتى يستانس بالمجموعة وتولي فما اوتوماتيزم وكذا واحد ويفهموا رواحهم أكثر. بصراحة ياسين يلزم يفيق شوية، ياسين يلزم يحس انه راي بلاصتو تنجم فاسيلمون ما عادش يلقاها في الترجي الرياضي التونسي. يعني لازم يفيق، لازم يرجع ياسين الخنيسي اللي نعرفوه، يرجع ياسين الخنيسي متاع قبل. طفل نسيم بصراحة يبشر بالخير، تحس يحب عنده كرة في ساقيه ويحب يوصل، وإن شاء الله. عبد الرحمن مزيان زاد عمل شوية هكي كرة مزيانة في الوقت اللي دخلوا، وعمل لك اللي دريبل هذيك، وكانت عنده مخالفة ما حبش يزفرها الحكم ما فيش عليه. يعني وقف قدام الجوار ما حبش يتحرك ودخل فيه وعداها الاربيتراج دونك على غالب. على كل حال الحمد لله على كل شيء. بدينا الموسم بتعادل، ما هيش اخر الدنيا، مازالت المباريات جايه، مازلنا نفهم رواحنا اكثر، مازلنا نشوفوا الوليدات. في المجمل الفريق يستحق على الاقل 8/10. نتمنى وان شاء الله يرجع الروح اكثر وترجع العزيمه اكثر، وبالمباريات وبالنسق وكذا تقوى جمعية، وترجع الاوتوماتيزم ما بين الجوارات. وان شاء الله نشوفوا المكاشخة عالمية السنة، ان شاء الله نشوفوا المكاشخة اللي نعرفوها بقدرة الله باش تنافس على كل الواجهات. وان شاء الله مازال المشوار قدامنا طويل، ونصبروا على جمعياتنا وبقدرة الله جاي خير. هذاك كل شيء اللي صار اليوم. ترجي يا دولة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبك سي كونفيرمي مرضى بالترجي، يا ربي لا تشفينا فرحان وساتيسفي.